عزيزي المشجع الجميل، بعد انسحاب نادي الزمالك امام الاهلي والعوده للعب مره اخرى امام سيراميكا، حصل ضجه كبيره وحصل غضب كبير من بعض جمهور الزمالك على الاداره. طيب من المفروض بقى ان الاداره تهدي الريتم شويه ومحدش يطلع اعلاميا او يظهر اعلاميا علشان خاطر الدنيا تعدي بامان، ولكن الكابتن احمد سليمان ما عملش كده، وطلع مع صاحبه مهيب عبد الهادي في برنامجه على MBC وصرح شويه تصريحات لوز العنب. هناخد منها 3 تصريحات بس اللي هم يخصوا الاهلي ونعلق عليهم ونشوف الكابتن احمد سليمان قال ايه. بس في البدايه يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وشير، لو مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملها متابعه. ويلا بينا نخش في المفيد. زي ما قلت لك يا صديقي، الكابتن احمد سليمان صرح شويه تصريحات كده، بس هناخد منها 3 تصريحات. التصريح الاول اللي بيتكلم فيه الا وهو لو اتحاد الكرة قوي يا ريت يعيد مباراة الاهلي والزمالك زي ما هيعيد مباراة بيراميدز وسموحة. نعم، هو ايه يا كابتن اللي انت بتقوله ده؟ مال القوة ومال الاعادة ومال الكلام ده؟ ولا انت عايز تربط ان الزمالك كان في ظرف قهري زي ما قطع الطيار كده والحريقة اللي حصلت في برج الكهرباء كان برضو ظرف قهري؟ هل يستويان؟ يعني هل ده زي ده؟ وبعدين ايه هو الظرف القهري اللي كان عندك المفروض تطلع تقول عليه؟ المفروض ان انت طالع في برنامج، المفروض تطلع تهدي من جمهورك شوية وتقول تصريحات تهديهم وتبرر الموقف اللي انتوا فيه، ولكن انت ما تطرقتش لده خالص، بل بالعكس رحت لليمة التانية وهي بص العصفورة ويلعب بقى على الاهلي والزمالك وعادة مباراة وحاجة كده من وحي الخيال. هتتعاد ازاي؟ ما تفهمش. ارجوك يا كابتن تحترم عقول جمهورك قبل ما تحترم عقول الجمهور المنافس. دي نقطة. اما بقى النقطة التانية او التصريح التاني بيقول لك ايه؟ انا كنت قاعد مع جوميز وقال لي جوميز يعني قال له ان المنتخب الاولمبي لو احتاج اي لاعب وافق على طول. الزمالك طول عمره معروف بالوطنية، واقف جنب المنتخبات، ما ينفعش يطلب لعيب واحنا نرفض. يا سلام يا سلام، جوميز اللي لسه جاي امبارح عارف تاريخ النادي الزمالك وعارف ان الزمالك وطنيه وحاجات كده ما شاء الله تمام، مع ان ده في تلقيح على الاهلي بسبب التصريحات اللي طالعه، مع ان الاهلي مفيش خبر واضح من مسؤول داخل النادي الاهلي اتقال خالص، والنادي الاهلي ما اعلنش اي حاجه من النوع ده، ولكن دي كلها اخبار طالعه ومسربه يعني، وبتقال اصل الاهلي مش عايز يودي اللعيبه، اصل الاهلي معترض وحاجات من هذا القبيل، لسه ما فيش تصريح رسمي بيها. ولكن الكابتن احمد سليمان هنا بيلمح على الاهلي ان الاهلي مش عايز يودي اللعيبه للمنتخب الوطني والكلام ده، لكن احنا ما شاء الله نادي الوطنيه ونادي بقى الكرامه والحاجات الحلوه دي. اولا هو اصلا حضرتك عندك لعيبه هتروح المنتخب؟ دي نقطه. وهل اصلا انت في المنافسه عشان خاطر تودي وما توديش؟ مش هتفرق معاك. اما بقى لو اتكلمت عن الوطنيه والاهلي واللعيبه اللي بتروح، فالاهلي لعب كاس العالم للانديه وما كانش معاه اللعيبه الدوليه في البدايات، وما جوش غير بعد ما لعب ماتش او 2 تقريبا وكانت خلاص اللعيبه مستهلكه. دي نقطه بس، غير مواقف كتيره جدا للنادي الاهلي. فيا كابتن ما تطلعش تلقح على الاهلي بكلام كده من بعيد لبعيد وتسيب برضه، يعني انا مش عارف بصراحه يا جدعان ده هو في كده. اما بقى التصريح الثالث الا وهو ان لازما اداره الاهلي تطلع تعتذر للزمالك وجمهوره بسبب المانشيت اللي نزل على المجله، وهو الهروب الكبير ومش عارف ايه ومتعوده وحاجات من هذا القبيل، مع ان كان في والراجل مش راضي باعتذار رئيس التحرير، لا عايز الاهلي يطلع يعتذر، الاهلي يطلع يعتذر. طيب بالراحه كده، هل المانشيت دلوقتي في مشكله؟ اقول لك لا، لان انت فعلا هربت، بدليل انك رجعت لعبت واستكملت المباريات عادي جدا بدون اي تنفيذ لمطالب ليك، فبالتالي ده هروب ولا مش هروب؟ هروب، فالناس ما غلطتش. اما بقى لو جيت وعايز الاهلي يعتذر، طب انت ليه ما اعتذرتش عن الحاجات اللي هقول لك عليها دي؟ وخد بالك الحاجات دي حصلت بعد زياره مجلس اداره الاهلي للزمالك، يعني ما حصلتش قبل كده عشان خاطر ما تقولش كلام والكلام ده، لا 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 لا، حصلت بعد الزياره وبعد الكلام الحلو والجميل والورود اللي اتوزعت والحاجات ديت. المفروض بقى ان تحصل هدنه وتحصل حاجات زي ما انت بتقول. تمام، حصل واحد هو شيكابالا في كاس مصر لما كان بيتلعب في السعوديه والحركه اياها اللي عملها، هل
حد من اداره الزمالك طلع واعتذر؟ هل شيكابالا نفسه طلع واعتذر؟ وهنا في تلميح وتلقيح ان الاهلي مثلا مشتري الماتش، او الاهلي عشان في واحد بيحبه فباع له الماتش، وحاجات كده ايه فيها تلميح للرشاوي وحاجات اصلا ما ينفعش انها تتقال. هل حضرتك او حد من مجلس الاداره او شيكابالا نفسه طلع واعتذر؟ ده ما حصلش. 2. نيرة الأحمر عضوة في مجلس إدارة نادي الزمالك وبتطلع على قناة نادي الزمالك، طلعت وهجمت أوجوستي مدرب الأهلي لكرة السلة، هجمته هجوم شديد جدا. هل أنت طلعت واعتذرت أو هي طلعت واعتذرت؟ ما حصلش. 3. السيد مسؤول أو المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك طلع واتكلم على كهربا بتهديد وتحريض على اللاعب بشكل صريح وواضح جدا على الهواء في التلفزيون عادي. هل هو طلع واعتذر؟ هل حد من مجلس إدارة نادي الزمالك اعتذر؟ مع ان المتحدث الرسمي باسم الزمالك قال عليه الهارب. هتقول لي يا عم هو فعلا هرب. طب ماشي، ما انت فعلا هربت وانا قلت عليك. لو هتخالط دي بدي، المفروض ان هو لاعب عندي تحترمه من احترامك ليا، لكن انت ما احترمتوش وقلت عليه الهارب، مع انك انت قعدت معاه وخلصت معاه ودفع لك الغرامه والدنيا خلصت. طلع تقول عليه الهارب ليه؟ هل احمد سالم اعتذر؟ ما اعتذرش. هل انت طلعت اعتذرت؟ ابدا. النقطه الرابعه بقى دي ليك انت يا كابتن احمد، لما طلعت وهاجمت الاهلي والاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه وده مفيش تكافؤ فرص وحوارات وكلام، وعمال تضخ في الحته دي وتزق فيها بشكل كبير جدا، مع انك انت راجل المفروض راجل اداري وفاهم وعارف يعني ايه امن وعارف يعني ايه تعليمات امنيه، ولكن طلعت وزقيت في الحته دي بشكل كبير جدا. وده ما فيهوش اصلا غلط في الاهلي، لان الاهلي مش سبب او مش طرف في المعادله دي اصلا. هو اتقال له ما تروحش تلعب هناك، خلاص انا ما اروحش العب هناك، الماتشين بتوعك تروح تلعبهم في الاسكندريه. ما هو ده ضرر الاهلي برضه. لما انا اروح العب ماتشين في اسكندريه احسن ولا ان العب واحد في القاهره وواحد في اسماعيليه اللي هي اقرب من اسكندريه بالنسبه للقاهره؟ فانت بتتكلم في حاجات وعمال يعني تزق فيها قوي، فيها فتنه كبيره. هل ده مش غلط في الاهلي ولازم تطلع تعتذر عليه؟ شفت بقى يا كابتن ان انت مدين بالاعتذار اكبر بكتير من المانشيت اللي اتكتب، اللي المفروض لو جيت بصيت لها بعين المنطق فده صح. ومش انا اللي بقول كده، اجيب لك مين؟ اسامه حسن. اسامه حسن اكيد عارفه طبعا وكل زملكاويه عارفينه، بيطلع يسف على الاهلي كتير. طلع في تصريح ليه وقال لك انا كنت بلوم مجله الاهلي على المانشيت اللي هي بتعمله، ولكن المانشيت ده طلع صح وفعلا احنا هربنا، يقصد الزمالك، وفعلا اداره الزمالك ما حافظتش على حقوق الزمالك، وفضل يتكلم ويلت في حاجات كتيره قوي تخص نادي الزمالك. انا هنا مش طالع اتكلم فيها، انتوا كاداره المفروض بقى تردوا عليه او كجمهور زمالك تردوا عليه، ماليش دعوه بالكلام ده. ولكن ده مش كلامنا، معظم كلام الزمالكاويه بيقولوا كده. فيطلع بقى الاهلي يعتذر ليه؟ بدل ما تطلع تشيد بالخطيب اللي اتكلم في الموضوع وقال لرئيس التحرير ما ينفعش كده وما تعملش كده تاني وما يصحش ومش عارف ايه، والزملكاويه حبايبنا وعاوزين يعني نراضيهم والكلام ده كله، تطلع عايز اعتذار من الاهلي؟ يا راجل مش كده. انت بقى يا عزيزي ايه رايك في الكلام ده؟ ما تنساش تقول لي في التعليقات. في النهايه تعمل لايك وشير للفيديو، لو مشترك في القناه وتشترك وتفعل زر الجرس وبتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.